الزارة دي امتى؟ انتي مش عاجبك جوزك، روحي اتطلقي منه. جوزك مش مالي عينك، روحي اتطلقي منه. مش مرتاحة مع جوزك، روحي اتطلقي منه. شايفة ان جوزك مش راجل، روحي اتطلقي منه. شايفة انك بتحبي واحد تاني وانت بتحبي كل راجل يعني بيعدي عليكي، روحي اتطلقي منه. ولكن ما تغدريش بيه وتموتيه، سيبيه لحد تاني يا ستي هيحبه، سيبيه لاهله يا ستي، ما تضيعيش شبابه يا ستي. حسبي الله ونعم الوكيل في النوعية دي من الستات. متخيلين اللي في الصورة القادرة دي قتلت جوزها من غير رحمة؟ يعني احنا مش هنقول ان الرجالة كلها ملاك، ولكن في رجاله محترمه. انت مش مرتاحه معاه يا ستي، اتطلقي، ما تكمليش حياتك معاه، ما تكمليش. ودي رساله لكل ست، انت مش مرتاحه مع جوزك، اتطلقي. انت بتحبي واحد تاني، اتطلقي. شايفه ان زوجك مش راجل، اتطلقي. ولكن ما تتخلصيش منه علشان خاطر مفكره انك هتكسبي التاني وانك هتاخدي معاشه او انك هتستنفعي بفلوسه بعد ما يموت. ما انت كده كده الجريمه هتلبسيها. اوعي تفكري ان انت يعني هتهربي من العقاب، اوعي تفكري انك هتعملي الجريمه وهتهربي منها ومحدش هيعرف. مفيش الكلام ده، كل الكلام ده وهم في دماغكم وبس. الشيطان بيصوروا ليكوا علشان تعملوا الجريمه وبعد ما تعملوها دي النهايه بتاعتكم. النهايه بتاعتكم الحبس، واللي زيك لازم يتعدم في ميدان عام. اللي زيك لازم يتعدم في ميدان عام ويستحق الاعدام. اي ست ما بتتقيش ربنا في الراجل اللي معاها تستحق الاعدام. اي ست ما بتحافظش على بيتها تستحق الاعدام. الراجل بتاعك ما بيصرفش عليكي، ما بينفقش عليكي يا ستي، انت مش مرتاحه معاه، اتطلقي. ما حدش هيجبرك، ولا تقولي لي اهل هيجبرك. يوم ما اهلك يجبروك قولوا لهم مش هكمل معاه، مش طايقه